مجالس جهوية للحسابات تدقق في صفقات جماعية مشبوهة بملايين الدراهم بقلم الأستاذة فتيحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. أعاد فتح المجالس الجهوية للحسابات تحقيقات واسعة في صفقة أبرمتها جماعة ترابية تتجاوز قيمتها الإجمالية 90 مليون درهم. النقاش مجددا حول واقع تدبير الصفقات العمومية داخل الجماعات المحلية وحدود استعمال بعض المساطر القانونية، وعلى رأسها مسطرة سندات الطلب. فهذه التحقيقات التي تهم عددا من الجهات الكبرى بالمملكة لا تعكس فقط شبهة وجود اختلالات مالية أو إدارية، بل تطرح أيضا تساؤلات أعمق حول مستوى الحكامة والشفافية في تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية. مسطرة قانونية تتحول إلى مجال للالتفاف. في الأصل تم إقرار سندات الطلب كآلية إدارية مرنة تسمح للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية باقتناء خدمات أو مواد بسيطة دون الحاجة إلى المرور عبر المساطر المعقدة التي تستلزمها طلبات العروض. الهدف من هذه المسطرة كان تسريع بعض العمليات الإدارية المرتبطة بالحاجيات اليومية للمرافق العمومية، خاصة عندما تكون قيمة الصفقات محدودة. غير أن التعديلات التي عرفها مرسوم الصفقات العمومية والتي رفعت السقف المالي المسموح به في سندة الطلب من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم سنويا خلقت هامشا واسعا للاستعمال، وهو ما فتح الباب أمام ممارسات أثارت شكوك أجهزة الرقابة. فبدل أن تبقى هذه المسطرة استثناء محدود الاستعمال، أصبحت في بعض الحالات وسيلة لتمرير صفقات مهمة دون المرور عبر المنافسة التي تفرضها طلبات العروض. تجزئة الطلبيات أبرز الشبهات. من بين الممارسات التي تثير قلق أجهزة الرقابة تجزئة الطلبيات، وهي طريقة تعتمد على تقسيم صفقة واحدة إلى عدة أجزاء أو مراحل، بحيث يتم تمرير كل جزء عبر سند طلب منفصل. وبهذه الطريقة يتم تفادي تجاوز السقف القانوني المحدد لهذه المسطرة، رغم أن القيمة الإجمالية للصفقة قد تكون مرتفعة. هذا الأسلوب الذي يبدو قانونيا من الناحية الشكلية يمكن أن يؤدي عمليا إلى إقصاء المنافسة بين المقاولات، خصوصا عندما تتكرر الاستفادة لفائدة شركة معينة، وهو ما دفع قضاة المجالس الجهوية للحسابات إلى التدقيق في طبيعة العلاقة المحتملة بين بعض المنتخبين أو المسؤولين المحليين وأصحاب المقاولات التي استفادت من هذه الصفقات. أدوات جديدة للرقابة المالية. ما يميز التحقيقات الجارية أيضا هو اعتماد قضاة الحسابات على أدوات رقمية حديثة في تتبع الصفقات العمومية، فقد أصبح بالإمكان الاستفادة من قواعد بيانات متعددة، من بينها المنصة الرقمية التي أنشأتها وزارة الداخلية لتتبع الصفقات وآجال الأداء، إضافة إلى المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب. هذا التطور يعكس انتقال أجهزة الرقابة نحو مقاربة تعتمد على تحليل البيانات وتتبع التدفقات المالية، ما يسهل كشف الأنماط غير الطبيعية في الصفقات العمومية، مثل تكرار استفادة شركات بعينها أو تسجيل معاملات مالية غير متناسبة مع طبيعة الخدمة المقدمة. انعكاسات محتملة على تدبير الشأن المحلي. قد يكون لهذه التحقيقات أثر مهم على مستوى تدبير الجماعات الترابية خلال المرحلة المقبلة، ففي حال ثبتت وجود اختلالات أو تجاوزات قد يتم توجيه ملاحظات رسمية للمسؤولين المعنيين أو إحالة بعض الملفات على الجهات القضائية المختصة. كما أن هذه التحقيقات قد تدفع الجماعة الترابية إلى إعادة النظر في طريقة تدبير صفقاتها، خاصة في ظل تزايد الرقابة على المال العام وارتفاع سقف التوقعات لدى المواطنين بشأن الشفافية وحسن التدبير. الحاجة إلى حكامة أقوى. في النهاية يبرز هذا الملف أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وجود قوانين تنظم الصفقات العمومية، بل في طريقة تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. فالمسطرة القانونية مهما كانت دقيقة يمكن أن تتحول إلى أداة للتحايل إذا لم ترافقها رقابة صارمة وثقافة إدارية قائمة على الشفافية والمسؤولية. لذلك فإن تعزيز الحكامة داخل الجماعات الترابية يتطلب مزيجا من الرقابة الفعالة والتكوين المستمر للمسؤولين
المحليين في مجال تدبير الصفقات العمومية، إضافة إلى اعتماد آليات رقمية تضمن تتبعا دقيقا لكل مراحل الصفقات. وفي ظل تزايد أهمية الجماعات الترابية في تدبير الشأن المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية، فإن ضمان الشفافية في الصفقات العمومية يظل شرطا أساسيا للحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات، ولضمان توجيه المال العام نحو تحقيق التنمية المحلية بدل أن يتحول إلى مجال للشبهات والتجاوزات.